السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض التاكو بالبطاطس، حاجه كده احلى من الخيال. ممكن نعملها بكل الاشكال، بالفراخ او بالبطاطس او باللحمه او بالبواقي، عندنا تنظيف التلاجة كل ده متاح. بسم الله ونبتدي المقادير. انا جبت بطاطستين كده، يعني ازيد من ربع كيلو واقل من نص كيلو، وسلقتهم وحطيت معاهم ملح وفلفل ورشه من الجنزبيل ورشه من الكبيبه الصيني، وحطيت كمان معاهم رشه من البابريكا. التوابل اللي على مزاجكم براحتكم، بس اهم حاجه نحطها وهي بتتسلق. وبعد كده جبت جزر وجبت بشرته وجبت فلفل قطعته كده صغير. لو عايزين نحط طماطم نفصل بس الميه بتاعتها عن اللحم اللي هي البذور، ونخليها لحم بس عشان ما تبهدلناش الاكل بتاعنا. وبعد كده ممكن فلفل الوان كمان. وحطيت بقى عليها ايه، حته سمنه او حته زبده زي ما انتم عايزين. انا عن نفسي استخدمت سمنه، وحطيت عليها كمان شويه لبن، ومسكتهم كلهم مع بعض هرستهم كده، وطلعت بالمنظر اللي قصادكم دي. طب لو احنا عايزينها دايت، عادي جدا ان احنا ممكن نروح جايبين الاكله دي، عاملين البطاطس دي بس شايلين منها السمنه وشايلين منها اللبن، وعاملينها كده بطاطس بالخضار بس، هتكفي وتوفي وتشبع كمان. وممكن نستخدم اللبن الخالي الدسم. بعد كده بجيب التورتيه او التورتيلا، وابتدي افرد عليه كاتشب ومايونيز زي ما انتم عايزين، يعني دي حاجه ترجع لكم. ده الكاتشب اللي انا كنت عاملاه، وده المايونيز اللي انا كنت عاملاه. هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. وكمان ابتديت افرده كده على الساندوتش بتاعي. بس انا طبعا مش حاطه كميه كتيره، لان كان البطاطس الملح بتاعها يعني اللي هو قايم ومكفي وموفي وكل حاجه. وهنا ده كان ساندوتش تاني انا عملته بصوص الرانش، ده الفيديو ده هنزله لكم قريب. ابتديت احط البطاطس بتاعتي في نص الساندوتش بس، ولو عندكم شويه جبن كده تمام، ما عندكمش خلاص، هي حلوه جدا برضه من غير الجبن. وطبعا هو جاي له مقطوع مش انا اللي قطعته. المهم تنيته وضغطت عليهم كده وخليته ايه كله يتماسك مع بعضه كويس جدا. وهبتدي بس ايه لغايه ما اخلص بقيه السندوتشات، ما اسيبوش كده في الهواء، لا الفه بس كده بالكيس اللي جاي معاه، لان بيبقى ما بين كل واحده وواحده كيس. والفه كده. ابتدي بقى اجيب الطاسه بتاعتي واحط فيها سمنه او زيت. الطاسه بتاعتي تكون سخنه وعلى نار اقل من المتوسطه، وابتدي انزل فيها الساندوتش ده. على فكره التورتيلا او التورتيه بيجي منه قمح كامل فيمشي دايت الاكله. وكمان ممكن نستغنى عن الزيت ده ونحط بس ندهنه كده مسحه زيت خفيفه، هتبقى زي الفل. اول ما هياخد معايا لون هروح قلبها على الناحيه التانية، كل ده واحنا على نار اقل من المتوسطه. انا مش قادره اقول لكم الجمال عامل ازاي، وهم بمعنى الكلمه، ما تخيلتش كده. تنفع فطار غدا عشاء في اللانش بوكس. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم.